مسرحية شيزلونج. فاكر مسرحية شيزلونج يا حمدي؟ دي المسرحية اللي عرفنا منها أستاذ أشرف عبد الباقي، شافني فيها أنا ومصطفى خاطر وأنور، وخدنا عملنا معاه بقى مسرح مصر. ورحت وعملت معاه مسرح. شيزلونج بقى ما كانش فيها، كان فيها انا اسمع ان هي كانت ارتجال، وتقفوا بقى تقعدوا تهزروا برضه مع بعض بس في سياق وكده. بص، هي مسرحية شيزلونج هي شبه مسرح مصر، إن هي مسرحية ارتجالية كان كلها تأليفنا، بس كان الأنيل فيها إن إحنا كنا بنغير المسرحية كل أسبوع، بنغير كل مشاهد جوه فريم عادة عشان هي نفسية. كانت ايام الثوره، أيوه. وكان كل يوم في حدث جديد، يعني ده انتوا أنت يعني متابع، أنت متابع. متابعكم لا، مين؟ ونجحت وسافرنا بيها كذا حتة عرضناها رحتوا فين بقى؟ رحنا بيها الجزائر. للجزائر. تعرف ان سفريه الجزائر دي عم شكشك كنت اول مره اركب طياره؟ اول كانت مره كان 2010. كان ايه اللي حصل؟ احكي يا لي بقى، لهوي. وانت اول مره تركب الطياره. كنت انا بقى ايه، كنت عامل خيالات في الطياره دي ان انا اول ما اركب الطياره هلاقي مضيفه جايه تقول لي تشرب حاجه بقى كان ده ما خيالي. دي من الافلام اللي بتتفرج عليها.